السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. جاي لكم النهاردة فيديو جديد، فيديو مشوق. تابع معايا لآخر الفيديو عشان تعرف أنا عملت ايه. ولو يا ريت لو انت مش مشتركة معايا في القناة، يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتحطي لي اللايك والكومنت. زي ما انتم شايفين دي مواعين الغدا بتاعت امبارح ومواعين العشاء والمواعين اللي حصلت في العيد ميلاد. طبعا انا بعد العيد ميلاد كنت تعبانة جدا وما قدرتش ان انا اقوم اعمل اي حاجة، لان انا تعبت جدا في الفيديو واليوم اصلا كله كان متعب، لان انا اصلا ما نمتش خالص. فانا ما قدرتش حتى ان انا اقوم اعمل المواعين اللي انتوا شايفينها ديت. وبعدين كمان حمدت ربنا النهارده ان جوزي كلمني وقال لي انا جايب اكل وانا جاي. فقلت الحمد لله مش هقوم اعمل حاجه، لان انا اصلا النهارده قايمه على المغرب. كنت تعبانه جدا ومش قادره عشان تعبت جامد في الفيديو بتاع امبارح. طبعا كان في سجاد وحمام وغسيل ونشير وترويق وكمان العيد ميلاد. الحمد لله. بس المهم ان انا انبسطت، وكمان انبسطت ان انا فرحت ابني واللي حضرت معايا اليوم كان امبارح. بجد انا بشكركم جدا من قلبي. يلا بينا نتابع الفيديو، ويا ريت تحطي لي اللايك والكومنت وتشتركي معايا في القناه. زي ما انتم شايفين المواعين ما بتخلصش خالص، نهائي نهائي ما بتخلص. اغلبيه الروتين بتبقى في المطبخ، يعني كلها بيبقى بقى روتين مواعين وحاجات كده، تنظيفات وكده. اليوم كله بيبقى في المطبخ، لان تحسي ان انتي المواعين دي ما بتخلصش، فاليوم كله بيبقى في المطبخ. زي ما انتم شايفين انا بخلص بقية المواعين اللي في الحوض. المواعيد كانت كتيرة جدا والحمد لله قدرت ان انا اخلصها الحمد لله. بس انا طبعا ما عرفتش اخلصها في نفس اليوم بتاع العيد ميلاد، لان انا تعبت جدا، وكمان عقبال ما خلصت تصوير الفيديو ومنتجت وحطيت لكم الصوت وكده، لان انا بعمل كل فيديو في نفس اليوم اللي انا بصور فيه، يعني مش بقعد عليه كتير. آه عشان حابة ان انا اكون متواجدة معاكم طول الوقت، وحابة ان انا اتشجع معاكم وانتوا كمان تتشجعوا معايا، وان في ناس دخلت كتبت لي. انا بجد انا متشكرة على الكومنتات اللي بتتكتب لي. ربنا يخليكم يا رب ويفرحكم زي ما انتوا ما بتفرحوني كده في الكومنتات. ومبسوطة برضو ان التفاعل بتاعي زاد الحمد لله. يعني معنى كده ان انا بتشاف والناس حابة اللي انا بعمله الحمد لله. انا مبسوطة جدا ان انا قدرت ان انا اوصل لاي حد بيشوفني ان انا قد المسؤولية، وان انا قد ان انا الحاجات اللي انا بعملها. دي حاجة مفرحاني جدا وبسطاني. عشان كده حابة ان انا اتواجد معاكم كل يوم، وحابة ان انا الحق ان انا اصور الفيديو واعمل وامنتج عشان افضل اشوف التعليقات بتاعتكم الجميلة والمشاهدة والحاجات ديت. وانا كمان على فكرة بعد ما بخلص الفيديو بقعد اتفرج على نفسي وبشوف، يا انا قلت انا اللي بعمل كده، انا عملت كل ده. الحمد لله على كل حال. اهو زي ما انتم شايفين انا هبدأ بقى ان انا اشطف، علشان في الجنب التاني ناحية مواعين كتيرة قوي، وانا حابة ان انا اخلص بسرعة. يا ريت لو انتي تابعتيني لغاية دلوقتي في الفيديو بتتفرجي عليا، ما تنسينيش باللايك والكومنت بتاعك وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة بتاعتي. بجد انا حابة ان انا يبقى ليا متابعين امارات كده ويتكلموا معايا، وزي ما انا كده بتكلم حاسة ان انا بتكلم معاكم وان انتوا سامعيني. بجد عايزة اشوف رأيكم في الفيديوهات بتاعتي في الكومنتات، واي حد عنده تعليق يا ريت يكتبهولي. وانا هقراه وهشوف التعليق دوت، ونتشجع مع بعض.
طبعا اليوم امبارح كان كله رغاوي وصابون وتنظيفات، وبرضو النهاردة اليوم برضو اغلبيته رغاوي برضو من المواعين، عشان زي ما انتم شايفين المواعين كتيرة جدا. وهننضف، والبوتاجاز اللي انا نضفته امبارح وفكيته وعملته برضو اتبهدل، هتشوفوا معايا دلوقتي وانا بنضفه. انا عن نفسي انا مش بحب ان المطبخ او اي مكان في البيت عندي يكون مش نظيف. بتضايق، كنت متضايقه جدا من منظر المطبخ كده، ان انا ما قدرتش ان انا اعمله. بس فعلا انا كنت تعبانه جدا، بس الحمد لله ان انا قدرت وقفت على رجلي، وان انا اصور معاكم واتشجع معاكم. انتوا بجد، انتوا اللي بتشجعوني ان انا اصور معاكم. من نسبة التفاعل بتاعتي الحمد لله ان هي بتزيد. آه انا مبسوطة جدا وبشكركم جدا، واي حد اتدخل عمل لي اشتراك انا بشكرك جدا، وبشكر التعليقات بتاعتكم. بجد ربنا يخليكم ليا. انتوا عيلة واخوات، ومش متابعين وبس، لا انتوا كل حاجة. انتوا بجد انا مش عارفة اقول ايه، لان من كمية الكلام اللي انا يعني عشان انا فرحانة فمش عارفة اتكلم الصراحة. بس مش هقدر اقول اكتر من ان ربنا يخليكم ليا بجد. طبعا انا بتكلم معاكم وانتوا شايفين انا بعمل ايه. انا قربت ان انا اخلص خلاص. انا بدأ الروتين ده الساعة 3 بعد الفجر، وخلصت، وعقبال ما بصور وبمنتج وبعمل. يعني انا دلوقتي بكلمكم والساعة دلوقتي 6 الصبح. فانا بجد بتعب جدا في الفيديوهات وفي التصوير وفي الحاجات دي. فيا ريت انتي ما تبخليش عليا بالاشتراك بتاعك والكومنت واللايك، لان دي حاجة هتكون مفرحاني وبسطاني. انا عارفة ان انتوا عايزين تفرحوني وتبسطوني، بس يا ريت تفضلوا مكملين معايا وتتشجعوا معايا، وانا كمان اتشجع معاكم. هبدأ بقى كده ان انا انضف كل حاجة في المطبخ. الستاند بتاع السكاكين ده شلته كله زي ما انتوا شايفين، وهي على فكرة هي الحاجة نظيفة، بس علشان متراكمة بقالها يعني اسبوع وكده ما جيتش جنبها. فقلت لا، يعني طالما بقى انا بقى دخلت المطبخ بالمرة اخلص بقى كل حاجة، زي ما عملت كده امبارح في العيد ميلاد. خلصت كل البيت وخلصت كل اللي ورايا ونشرت وعملت وتشجيع وكده، وكله حماس ونشاط. يا ريت لو انت بتتفرجي عليا ووراكي حاجة، على حسب ما انت بتشوفيني في اي وقت، لو وراكي اي حاجة حاولي ان انت ما تتراكميش عليكي الدنيا، لان بجد انت برضو اللي هتعمليها في الاخر، فهيبقى تعب عليكي لما تتراكم. فحاولي اي حاجة تبقى وراكي يا ريت تخلصيها على طول. ما تحاوليش ان انت تسيبي اي حاجة ان هي تأثر على نفسيتك او تتعبي من تنظيف العميق والكتير الحاجات ديت. لان لما بنسيب الحاجة كده فترة معينة، فترة طويلة، بتحسي ان انتي لا انا مش هقدر ان انا اعمل، طب بكرة هعمل، طب شوية كده هعمل، وفي الاخر ما بتتعملش. فلو انتي اي حاجة وراكي قومي تشجعي بسرعة واعمليها وانتي بتتفرجي عليه. على فكرة انا بعمل كده والله. انا قبل ما افتح القناة كنت بعمل كده، كنت بجيب اي قناة روتينات وبفتح التليفون قدامي وبقعد اتشجع واعمل. ده هو ده اللي خلاني اتشجع وافتح القناة، وزي ما انا اتشجعت انتوا كمان تشجعوا معايا. زي ما انتم شايفين انا جبت الحامل بتاع التوابل وغسلت كله، وقلت بقى بالمرة طالما انا التوابل اصلا عندي خلصت كلها، مفيش الا حاجات بسيطة اللي موجودة، قلت بقى اغسل كده طقم التوابل بالمرة
علشان لما اجي انزل اجيب الحاجة اجيبها بقى ايه، تكون بقى كده الحاجة يعني جديدة كده في قلب البرطمان. اه بوريكم ان الحاجات نضفت عن الاول، لان انا كنت بجيب البهارات واقعد احط القديم على الجديد، القديم على الجديد، القديم على الجديد. فقلت بقى اما اخلص بقى الحاجة كلها واغسل البرطمانات ديت كويس، لان بقى عشان عايزة اجيب حاجات جديدة. وبعدين حسيت ان هي منظرها اتبهدل خالص، فقلت لا بلاش اسيبها اكتر من كده، علشان ممكن الدهون او التسخات تتراكم عليها، فبعد كده مش هعرف ان انا اسيطر على الموقف. بس كده، وهزق المية خالص بالمساحة. ومكان بقى المية اللي بتنزل تحت الرشاقة والحاجات دي، على ان بتعمل روايح مش كويسة، فقلت بقى ايه اغسل بقى بالمرة، طالما انا كده كده شلت الحاجة كلها وغسلت الحوامل بالبرطمانات وكده، قلت انضف من كله بقى. اهو زي ما انتم شايفين الحاجة خلاص، هرجعها بقى في مكانها تاني. هبدأ بقى ان انا اتأكد ان هي مفيهاش اي مية، وبعد كده هبدأ ان انا افتح البرطمانات من فوق، علشان برضو ايه ما تعملش ريحة او ما تكمكمش او كده. هخليها تتهوى، اديها تهوية كده برضو، واتأكد ان هي نشفت كويس جدا. وهنا الغطا ده انا غسلته لانه هو وقع من ايدي، فقلت اما اغسله، لان وكده كده انا اصلا فاتحة الفتحة بتاعت البرطمان من فوق. هبدأ بقى ان انا احط بقية البرطمانات اللي فيها التوابل والحاجة. هو عامة يعني مش كتير، ده هو ملح وكزبرة وكمون يعني مش كتير. اهو ده البوتاجاز اللي انا لسه عاملاه معاكم امبارح، هعمله تاني بقى من مطرح الغدا اللي انا عملته بعد في وقت العيد ميلاد ومطرح العشاء. بس هو مش متبهدل قوي، بس انا قلت برضو طالما انا نضفت ودخلت المطبخ يبقى كل حاجة تطلع من ايدي زي الفل. يا ريت ما تنسينيش في الاشتراك لو انت ما انتيش مشتركة في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني الفيديوهات بتاعتي كلها وتتابعيني كل ما انزل فيديو. بحبكم جدا، وتفعلي لي زر الجرس وتشتركي في القناة. انا علقت لان انا كل شوية بقعد اقول كده بفكركم، علشان حابة ان انتوا تشاركوني معايا في الروتينات بتاعتي، وان احنا نتكلم مع بعض. وبرضو لو انت شايفة في اي كومنت او حاجة عايزة تقوليها لي، يا ريت تقوليها لي في الكومنت، وانا هقرا برضو الكومنتات بتاعتكم. زي ما انتم شايفين انا خلاص خلصت، وكان في شوية غسيل. يعني هو ما فيش اي حاجة بصراحة بتفضل على حالها، يعني انا كنت غاسلة ونشرة والهدوم زي المواعين والبيت برضو، تحسي ان كل يوم لازم ايدك في الحاجة، لان انا برضو معايا طفلين، وكمان اخواتي الصبيان بقالهم فترة معايا، فالغسيل بقى كل يوم كل يوم غسيل كل يوم غسيل.
زي ما انتم شايفين انا حطيت آه، برسيل جل، وهحط دلوقتي دوني. المسحوق اللي احنا بنحطها ومتعودين معايا انتوا فيها البرسيل جل والدوني والاوكسي. ولو هدوم بيضة هنحط كلور طبعا، مش محتاجة كلام. وبرضه هي ايه نفس المسحوق. انا بحب الدوني جدا لان الدوني بيخلي ريحة الدوني بتفضل في الهدوم فترة طويلة، فانا بحبه جدا. دلوقتي بقى هنشغل الغسالة وهنشوف هنعمل ايه تاني. كده خلاص، انا كده خلصت. هبدأ بقى ان انا اشيل المشاية بتاعة المطبخ، وهبدأ اكنس. وهجيب الموب دلوقتي وهمسح. طبعا لو عندكم اي افكار حابين ان انتوا تقولوها لي، قوليها لي وانا هشاركها معاكم. هبدأ بقى كده ان انا ارجع كل حاجة في مكانها. اعملي لي لايك بقى. كده ده الشكل النهائي للمطبخ. ويا ريت لو انتي شفتي الفيديو بتاعي ما تنسيش باللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس والكومنت القمر بتاعك. بحبكم جدا. وده حامل بتاع صينية، غطا حلة، طبق غويط اصفي مثلا عليه الحاجة لما اطبخ كده. وكده يكون ده نهاية الفيديو، وتصبحوا على الف خير.